في يوم من الأيام يدخل مذنب على رسول الله. شبابنا اسمعوني شوي، هذه يوصلوها لأبنائي اللي يقعدون بالمقاهي، الغيرة اللي يعانون من بعض التدين المتطرف، اللي يبشرهم يقولوا متوا من أهل جهنم بس احنا من أهل الجنة. وصلوا لهم صوتي وسلامي ونقلوا لهم هذه القصة. إذا شفتوا يدخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وآله فيبكي عند الرسول، أخذ البكاء، قال لم تبكي؟ قال يا رسول الله أشكو ذنبي. اسمع لحظات أطول عنك. قال كيف؟ قال يا رسول الله أشكو ذنبي. قال ويحك لو كان ذنبك بقدر الجبال لغفره الله. قال أكبر يا رسول الله؟ قال أكبر من الجبال؟ قال لا. قال ويحك لو كان ذنبك بعرض البحار لغفره الله. قال أكبر يا رسول الله؟ قال أكبر؟ قال لا. قال ويحك لو كان ذنبك بقدر الأرضين السبع لغفره الله. قال أكبر يا رسول الله؟ قال ويحك لو كان ذنبك بقدر السماوات السبع لغفره الله. قال أكبر يا رسول الله؟ قال ويحك ذنبك أكبر أم الله؟ قال الله. قال أبشر بمغفرة من الله ورضوان. الله يا رسول الله، شوف شو صنع الأمل في قلب يائس، صنعه ما غلق باب الله مثل البعض اللي يغلقون باب الله عن الناس، ما غلق، فتحه